السلام عليكم. ايوه، انا اللي عملت الكفته في الخلاط. بشفشق الخلاط هتضيف مكونات الكفته وتضربيها، وهتاكلي احلى كفته عمرك ما دقتيها في حياتك. ومش بس كده، ده انا كمان عملتها بصدور الدجاج، لا لحمه ولا جزار ولا تكاليف ولا مشاوير. تطلع معاكي باللون الذهبي كده وهشه ومفرغه من جوه ومتماسكه زي ما انت شايفه بالظبط الصور. شكلها في الصلصه اللهم بارك على الجمال. تعالي بينا نشوف المكونات ونشوف الطريقة. بس في البداية بفكرك ما تنسيش تدعمي المحتوى بلايك وتعليق حلو زي في البداية كده. دي مكونات كيلو من الرز عليه نص كيلو من صدور الفراخ. تقدري تستخدمي اكيد مكونات اقل. ده صدر فرخة انا خليته في البيت، يعني الربعين بتوع الفرخة. معايا بصلتين متوسطين، وقرنين من الفلفل الاحمر او يبقى ملون كده، وخمس فصوص كبار من الثوم او 10 متوسطين، حزمتين من البقدونس وواحده بس من الشبت، وهقولك ليه في اخر الفيديو. ولو الحزم بتبقى صغيره او ربطات الخضره بتبقى صغيره تقدري تستخدمي 5 قطع. في معلقه كبيره من الملح والنص من الفلفل الاسود بس، ورشه صغيره كده من الكربوناتو، وكمان رشه صغيره من السكر، وربع معلقه من اي بهار مشكل انت بتحبيه. قلبي المكونات كلها في بعضيها كده، وتجيبي شفشق الخلاط والكوب المعياري اللي بيكون في شفشق الخلاط ده، هتحطيه ميه علشان بس يمشي معاكي الخلاط وما يتحرقش، لان المكونات كلها جافه ما فيش سوائل، فمحتاجه حاجه تحركها. وفي درق الخلاط هتحطيه، تبداي تديها ضربات متقطعه، ما تشغليش الخلاط باستمرار. مره وقفي ومره وقفي لحد لما الخليط معاكي يختلط كله وينزل معاكي بالشكل ده. ما تحطيش برضو الخليط كله، حطي التلت الاخير بس علشان يقدر الخلاط يفرم معاكي المكونات. هنا بقى للجزء المهم، وهو دقيق الرز اللي انا كنت محضره معاكم قبل كده ومنزله الفيديو بتاعه. سيبلك الفيديو بتاعه في صندوق الوصف وكمان في التعليقات، علشان تقدري تشوفيه وتعرفي ان تحضريه ازاي ويفضل معاكي موجود، تعرفي تحتفظي بيه في اي وقت قررت تعملي كفته. ما عليكي الا انك تشغلي الخلاط، معاكي نص المكونات تقريبا جاهزه، والطريقه سهله كمان ومبتاخدش وقت. وحتى لو قررتي انك تعملي كل الحاجات دي مع بعضيها، فيفضل انك تعملي دي الرز قبليها بيوم علشان يبقى ناشف كده، ان معايا بتبقى الكفته طريه جدا. فلو الرز طري او في رطوبه والكفته طريه مش هتلمي معاكي وتبقى متماسكه بالشكل ده. انزل بالدقيق بالتدريج واحده واحده لحد لما العجينه تلمي معايا وتبقى متماسكه. لو انت ناويه تعملي مثلا مقادير نص كيلو، فزودي شويه الرز، بحيث انت لو ضفتي سوائل كتيره او الخضره كان فيها سوائل كتيره تلاقيش العجينه سايبه منك ومبقاش في دقيق تزودي، فزودي شويه قيمه نص كوبايه كمان علشان تحتاجي تلاقي كل المكونات معاكي جاهزه وما تتزنقيش في قله الدقيق. هنا بحضر الصلصه بتاعه الكفته، وان هو زيت بشوح فيه بصلايه وبنزل عليه بعصير الطماطم او الصلصه لحد لما تتسبك. ووقت ما تتسبك بكون انا بحمر الكفته في زيت غزير، بحمر الكفته بالشكل ده. هنا هقولك على شويه اسرار وتركات. اول حاجه استخدمت شبت قليل، حزمه واحده بس، علشان ما يغمقش معايا الكفته. الشبت دايما بيغمق الكفته، فاستخدمي بقدونس اكتر. كمان طلعت طريه وهشه بالشكل ده من بس الرشه الصغيره اللي احنا حطيناها كربوناتو. الكفته مفرغه من جوه وطريه وهشه زي ما انت شايفه بالظبط قدامك. في المرحله دي تشيليها وتفرزيها، تبقى جاهزه على التسويه مباشره. ضفت شويه ميه على الصلصه وملحتها بملح وفلفل، ونزلت فيها بالكفته 20 دقيقة بالظبط بعد الغليان. واول ما تغلي بتوطي عليها النار وبتغطيها، وبتكون جاهزة معاكي بالشكل ده. لو قعدت اسبوع في الصلصة بتاعتها ما بتفكش ولا بتعجن ولا بتنشي، لان انا محمراها كويس واخده لون فاتح ومظبوط. وده قلتلك علشان انا حاطه شبت اقل، وكمان الفراخ بتديني اللون الفاتح الحلو ده. تعالى اقولك بقى على الطعم كان عامل ازاي. الطعم صدقا وامانه ممتاز ورائع، يستحق التجربه. صدقا كان فيها اي خطا انا كنت قلتلك الخطا اللي فيها علشان تتفاديه. متنسوش تفاعلكم مع الفيديو بلايك وتعليق حلو، تخلي القناه تكبر وتفضل مطروحه للمشاهده وغيركم يستفيد. وبكده كانت نهاية الفيديو بتاعنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.